كيكة الزنجبيل بطريقة سهلة، معها صوص جدا رائع وكمان طريقته سهلة. فعلى النار أحتاج سكر، برش ليمون، زنجبيل بودرة، ليمون وموية، يغلوا على النار. إذا طلعت الرغوة أشيلها على جنب، بعدين أحط عليها العسل وأتركها تبرد. للكيك أحتاج 2 زبدة، حليب، سكر أسمر، شيرة، دبس تمر ودبس رمان. ما أبغاهم يغلوا على النار، بس أبغى الزبدة تذوب مع المكونات. هنا عندي أخلط الدقيق مع الكربونات مع البيكنج باودر مع الزنجبيل والقرفة. أحط عليها الخليط هذا اللي حطيته على النار، أخلط شوية، بعدين أضيف عليها فانيليا وبيض وأخلط بسرعة، وعلى طول أحطها في الصواني. هنا عندي صواني كب كيك، ممكن أحطها بصينية واحدة. أول ما خرجت من الفرن شربتها بصوص الزنجبيل وطلع معايا جدا رائع، قطنية وهشة وطعمها جدا لذيذ. وبالعافية.